يا مساء الهنا. النهاردة هنعمل وصفة شوربة، يعني عملنا ميكس مع سيتشيليانو باستا ما بين الباستات، السلطات، الشرب، كل حاجة تتخيلوها. ايه اللي خلاني اعمل كده؟ ان هم عندهم رينج وفرايتيز رهيبة، فقلت بدل هم عندهم الرينج ده نديهم كمان رينج في الريسيبيز اللي بنعملها. فتعالوا نشوف الباستا النهارده هنعملها باستا شوربة طماطم بالباستا والخضار. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هحط شوية أوليف أويل، زيت زيتون، شوية توم، وبواحدة مكعب مرق. لو مش عايزينه نخلط مع صوص الطماطم شوية مرقة زي ما احنا عايزين. هنزل بالكوسة مع شوية ملح وفلفل قبل ما انزل بالجزر والكرفس الافرنجي. هتبقى اخر حاجه الباستا، وانا النهارده مستخدمه الباستا القلبو، بقى شكلها حلو مع الشوربه. الكرفس بقى بيدي ريحه فظيعه. انا بحط بقى كل الانجريدينتس بتاعتي، اخدهم كده تقليبه حلوه قبل ما انزل بعصير الطماطم، حمص. هبتدي اقلبهم. ممكن نروح حاطين شويه زعتر فريش. هنزل بعصير الطماطم، هنزود شويه ميه عشان لسه الباستا اما تنزل. هغطي على الحله واسيبها لغايه ما تاخد غلوه واحس ان كله استوى، وبعد كده هنزل بالباستا المسلوقه الجاهزه بتاعتي. دلوقتي كده بدات تغلي اهي الشوربه بتاعتنا. هيبقى فاضل على ان احنا نحط الباستا. هنحط بقى شويه باستا مش كتير عشان ما تبقى الخضار والباستا يبقوا متعادلين مع بعض، ونسيبه ياخد غلوه واحده عشان الباستا اوريدي مسلوقه ومش غلوه، يعني هي اوريدي كده خلاص. وتعالوا نشوف اما نغرفها بقى بالولاد ونشربها وهي سخنه كده هتبقى ما حصلتش. بصوا، غرفنا شوربه الطماطم بالخضار والباستا ما حصلتش، والباستا القلبو بتاعت سيتشيليانو شكلها كده متدلع على الشوربه. وهاخد دلدقت الدنيا من كتر ما حصلتش. باستا انا ممكن على فكره يوم ماليش مزاج اطبخ اعمل الطبق ده وبس، مفيش حاجه جنبه. ما حصلش، جربوه. مستنيه اسئلتكم، كومنتاتكم، ستوريز بالهبل، صور بالهبل، ومنشن لسيتشيليانو وغدا نواره، وهتشوفوا هندلعكم في ستوريز ازاي.